جيل هنرددها جيل ورا جيل هنرددها جيل ورا جيل تسقط إسرائيل تسقط إسرائيل للسفير يا مشير يا مشير يا مشير يا مشير انت بالسفير انت بالسفير يا مشير قول الحق يا مشير قول الحق انت معانا ولا لا؟ اسقط اسقط اسرائيل اسقط اسقط اسرائيل اسقط اسرائيل اسقط اسقط اسرائيل. معانا عمرو احد نشطاء شباب 25 يناير، تحب ايه الرساله اللي توجهها؟ الرساله اللي بنوصلها دايما باستمرار ان بعد 25 يناير وبعد الثوره الخطاب اتغير على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي، على المستوى الرسمي وعلى المستوى الميداني. فانا لما اوصل رساله الى العالم او الى الكيان الصهيوني بالذات، ما بيكونش الرساله رساله سياسيه وفقط، لازم تكون رساله شعبيه. لما بيطلع 17 محافظه او 20 محافظه والشارع والناس بتتكلم، ده اكبر ضغط سياسي على اسرائيل. اسرائيل ممكن لا تضع اعتبار للتحرك السياسي او الخطاب السياسي من الجهاز الرئاسي او الحكومي المصري، ولكن تضع اعتبار اكبر للتوجه الشارع ولغضب الشارع ولتحركات الشارع، خاصة لو كانت في الميدان. يا شهيد ده مرتاح يا شهيد ده مرتاح واحنا نكمل الكفاح واحنا نكمل الكفاح. معنى كده انت شايف الاعتذار اللي بيطلبه المجلس العسكري ومجلس الوزراء مش كافي؟ لا غير طبعا مش كافي طبعا. ان احنا الاعتذار ده كنا بناخده قبل 25 يناير، احنا الان ما بعد 25 يناير. هل يجوز قتل اخوك او اخويا وفي الاخر نقول اعتذار؟ يجوز. القرآن قال لا يجوز. من قتل مؤمنا ويعتبر مؤمنا ولا قتله عدو لنا يعني القتل عدو لنا. فتحرير رقبه مؤمنه، هو القرآن قال كده. القرآن ما قالش باعتذار رسمي، يعني القرآن ما ذكرش اعتذار رسمي. واحنا لازم ان بعد 25 يناير يبقى في رد قاسي للانتهاكات اللي بتحصل على الحدود بيننا وبين اسرائيل وخصوصا في طابا. والله مش موضوع اعتذار، المفروض ان الموضوع يكون فيه تحقيق تم ويكون فيه محاكمه للناس اللي هي المتسببين في الموضوع دوت، لان الناس اللي ماتت ده ارواح، يعني ما هياش حيوانات او ما هياش طيور يعني. عاوز اقول ان مصر قبل 25 يناير كان العميل مبارك الرئيس المخلوع كان هو اللي بيتعامل مع اسرائيل. عايزين نقول اسرائيل انت بتتعاملي مع جيل ثوري، جيل معتز بكرامته، جيل معتز بارضه، ودماء الشهداء مش هتضيع حرام. كل هذه البيانات تدل على مدى تضرر الشباب المصري من البيان الذي أصدره المجلس العسكري، وأنه ليس كافي لإطفاء نار غضب الشعب المصري. كان معكم مصطفى خاطر من أمام محافظة المنيا.